صحيت لقيت نفسي في سجن جوه لعبة. بطل ام ام مشهور فجأة فتح عينه لقى نفسه مسجون في عالم غريب، حواليه مساجين بيجروا بخوف. واحد منهم قال له اجري لازم نهرب، بس اول واحد خرج من باب السجن اتقتل في لحظتها. الكل اتصدم، الهروب كان مجرد فخ. الضابط خلاهم يصدقوا انه في امل، بس كان بيستمتع بتدميرهم واحد ورا التاني. بس البطل ده لسه ما اكتشفش المفاجأة الاكبر، هو دلوقتي فرد من عيلة ارهن، اقوى سلالة سحر في العالم، بس جسمه الجديد ما بيعرفش يستخدم السحر، وده غالبا بسبب حبسه. تاني يوم اتخانق مع مساجين حاولوا يفرضوا سطوتهم عليه. الضابط اطلق هالة طاقة غريبة، الكل وقع على الارض ما عدا هو. وقف ثابت واستخدم قدرة بتلغي الهالات دي تماما. الضابط اتفاجئ ومشي من غير ولا كلمة. البطل قالها بصوت هادي انا مش عايز اعيش. البطل قال بصوت هادي انا مش عايز اعيش، حطوني في زنزانة الاعدام وادوني وجبة فاخرة مع زميلي. الكل اتصدم، حتى زميله ما نطقش، بس الضابط وافق. وقبل ما ياكل بدأ البطل يتمرن بجنون وينجز مهام النظام، واكتشف ان كل نقاطه كامله ما عدا المانا. ومن دلوقتي اي نقطه خبره هيزودها هتروح للمانا، وده معناه السحر ممكن يبقى حقيقي بالنسبه له. بس هو مستني الوجبه. الضابط بيحاول يقتله باداه سحريه وحط فيها كل قوته، لكن النتيجه ولا حاجه حصلت له. الضابط رجع اوضته وهو بيترنح ووقع من قوه التاثير العكسي. والبطل كان متوقع كل ده من اول لحظه ومن اول فرصه. هو وزميله خلصوا على الحراس وهربوا من السجن. بس السؤال لما خرج من السجن ايه اللي مستنيه بره؟